المسلسل ده كان لازم يسموه لماذا لا يموت ولاد الوسخ. اهلا بيكم في اكبر تجمع للشخصيات السيكوباتيه. اهلا بيكم في مسلسل مفترق طرق. في الحقيقه ان اميره بطله المسلسل ده كانت متحوطه بمجموعه كبيره من الشخصيات الواطيه اللي في احسن توصيف ليها تقدر تقول عليها انها شخصيات سيكوباتيه. وتعالوا نبص كده مع بعض. عندك مثلا منة الميني حربوقه اللي قدرت تتلاعب بكل اللي حواليها بما فيهم ناس كبار وناضجين والمفروض ان عندهم تجارب كتير في حياتهم، ومع ذلك لعبت بيهم الكوره وكانت بتألف حكايات خياليه عن نفسها وعن عيلتها. البنت دي بطريقه كلامها، بلبسها، بتصرفاتها، بطريقتها في الحياه، بالخلطه اللي اتعملت بيها دي، البنت دي نموذج للشخصيه المريضه، الانتهازيه، الوصوليه، الميكافيليه، جايه من ميكافيلي صاحب كتاب الامير بتاع الغايه تبرر الوسيله. المهم في حياتها انها توصل للي هي عايزاه بغض النظر عن الطريقه، مهما كان الثمن ومهما كانت الخسائر اللي الناس التانية هتتعرض لها. النموذج التاني شخصية هنا بنت خالتها، واللي عاملة انها اختها بس جواها سواد السنين من ناحية أميرة، وبتلجأ لها في كل مصيبة، بس طول الوقت بتنصحها تسيب جوزها وترتبط بيحيى، وبتعمل البدع عشان تكرهها في عمر جوزها، وكأنها عايزة تثبت لنفسها ان أميرة مش مثالية ولا حاجة، وانها بس ما لقيتش الفرصة عشان تبقى واطية زيها. هنا مثال لشخصيات كتير قوي في حياتنا بيبقى جواهم غل وسواد من ناحيتنا بس عاملين صحاب وحبايب، بيفرحوا قوي لما يشوفوا صحابهم بيسقطوا عشان ما يحسوش ان هم لوحدهم اللي اوساخ في الدنيا. ده مش بس كده، هنا في اول فرصه جات لها نامت مع عمر جوز اميره، وتكمله لشخصيتها الواطيه راحت تعتذر لاميره. امتى؟ يوم افتتاح مكتب جوزها، عشان مستكتره عليهم انه يكونوا لسه مع بعض، فراحت في اليوم ده بالذات مش عشان ضميرها صحي لا سمح الله، لكن عشان تبوظ فرحه اميره باليوم وتفسد فرحه الكل. هنا نموذج لشخصيه واطيه موجوده كتير قوي حوالينا في الدنيا. نيجي لدارين الأرملة الطروب اللي بتحب يحيى بجنون، واللي في رأيي إنه مش حب على قد ما هو حب تملك، ورغبة دارين في الإحساس إنها لسه مطلوبة ومرغوبة، اللي لما فشلت كل محاولاتها إنها تلفت نظر يحيى ليها حاولت تبعد أميرة، وكانت كل يوم بتتنازل أكتر عن كرامتها، وهانت ورخصت نفسها وحرفيا ركعت قدام يحيى علشان يرتبط بيها. ده ما كانش فاضل غير إنها تبوس جزمته عشان يفضل معاها. مش كده يعني يا ست الكل، ب2 جنيه كرامة حتى. ده أم كلثوم بجلالة قدرها قالت أصون كرامتي من قبل حبي. أنا عندي هنا سؤال، هو احنا الموضوع بقى عندنا عادي إن راجل وست مش متجوزين يبقى بينهم علاقة جنسية ويناموا مع بعض عادي كده؟ أنا لا من دعاة الفضيلة ولا بحب أحكم على الناس، بس حد يقول لي بجد هو ده بقى عادي في مجتمعاتنا؟ نيجي لشخصية يحيى، شخصية الراجل النرجسي المتعدد العلاقات، واللي أي ست بيفكر فيها بيعرف يوصل لها. يحيى بيحب نفسه أكتر من أي حد في الدنيا، وفي رأيي إنه ما كانش بيحب أميرة على قد ما كان صعبان عليه نفسه إن أميرة ترفضه. ازاي واحده ست ترفضه وهو اللي اي واحده بيبقى عايزها بيجيبها؟ وكان طول الوقت بيحارب عشان اميره ترجع له. ومش مشكله ايه الثمن، مش مشكله انها تسيب بيتها وعيالها وتهد اسره بالكامل علشان تفضل معاه هو، كل دي كماليات بالنسبه له مش مشكله، المهم انها تفضل معاه هو وان هو اللي يفوز في الاخر. بالست الوحيده اللي رفضته ورفضت حبه رغم كل الحاجات اللي اداها لها. يعني هو اداها فرصه شغل في مكتب ما كانتش تحلم انها تشتغل فيه، كان بيديها فلوس كل ما تحتاج، فضل واقف جنبها في كل مصيبه تقع فيها، ما كانش لا شايف دارين ولا دريان بيها، وكان كل همه بس انه يوصل لأميرة وانها تفضل معاه. الأستاذ عمر المنسي اللي عايز بلح الشام وعنب اليمن مع بعض، عايز كل حاجة، بيهمه شكله بس قدام الناس والمجتمع، عايز الزوجة الوفية المخلصة اللي تفضل تستحمله وتستوعبه مهما كانت غلطاته وأخطائه. كل اللي يهمه كرب أسرة شكله وشكل أسرته الكيوت اللطيفة، وفي نفس الوقت هو ما عندوش أي كنترول على نفسه قصاد نزواته، رايح في أي سكة مادام فيها مصلحة. المصلحة دي بقى فلوس، علاقة جنسية عابرة، شكل اجتماعي هو عايز يحافظ عليه، مش مهم. المهم هو جاي في أي حاجة مادام في الآخر بتصب في المصلحة. باختصار عمر راجل بيجري ورا نزواته من غير ما يحسب اي كونسيكونسز، ومستني دايما في الاخر ان الناس تسامحه وتغفر له اللي هو بيعمله. النقطه اللي ما فهمتهاش ازاي كان في ناس كتير جدا رايها ان اميره لازم تسيب عمر وتروح ترتبط بيحيى. تتطلق من عمر دي حاجه مفهومه، راجل راح خانها وما حافظش عليها كزوجه، مفهوم انها تطلب منه الطلاق. انما تروح ترتبط بيحيى، طب والعيال دي ذنبها ايه؟ وذنبهم ايه العيال دي تكبر تلاقي ان ابوهم وامهم ما حطوهمش كبريورتي في حياتهم، وحطوا نزواتهم ورغباتهم قبل اي حاجه في حياتهم. وعشان ما حدش يتكلم ان احنا مجتمع ذكوري وكلام الكلاشيهات ده، حتى في المجتمعات الغربيه الست هي اللي بتضحي وهي اللي بتاخد بالها من عيالها،
ولما الزوج بيخون او بيهرب ويسيب مسؤولياته لزوجته، الزوجه هي اللي بتشيل المسؤوليه وهي اللي بتاخد بالها من عيالها وهي اللي بتربيهم. ومن هنا بقى في حاجه اسمها سنجل مام. فالناس اللي كانت بتسبورت ان اميره تسيب عمر وتروح ترتبط بيحيى، انا مش عارف ايه اللي بيدور في دماغهم بصراحه. عشان كده المسلسل ده كان لازم يسموه لماذا لا يموت ولاد الوسخ، لان المؤلفين اتفننوا ان هم يجيبوا اكبر عدد من النماذج المريضه اللي موجوده في مجتمعنا. هو صحيح لماذا؟